بعيد لاحمد صالح، وزاد من ناحيه اليمين عاوز يعدي، عدى مره اخرى وحكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجه. ادي جilberto وانطلاقه اهلاويه حمراء ناحيه اليسرى النشطه، عدى جilberto ناحيه اليسار او الشمال، عاوز يعدي وقفل عليه حماده يوسف، والعرضيه تخبط وتتحول على طول لعمر اسلام والتشتيته، لكن تروح لشوقي. شوقي بيلعبها في اتجاه ابو تريكه، تعدي من عبد الستار وفي شده كده من عبد الستار في ظهر ابو تريكه، ولكن حكم اللقاء فهيم عمر شايفها خارج منطقه الجزاء. عدى والله، ادي محمد عبد الستار وابو تريكه، وادي ايد على طول محمد عبد الستار، يمكن ربنا سترها مع محمد عبد الستار ان هي مش جوه، مش داخل منطقه الجزاء. لو داخل منطقه الجزاء وحكم اللقاء بيقولوا له اسال، لكن حكم اللقاء بيقول ايه؟ حسبها ضربه جزاء، حسبها ضربه جزاء بعد مشاوره احمد الجرحي، واول ضربه جزاء بعد المشاوره مع المساعد احمد الجرحي، ولكن الصوره ما بتكذبش، خارج منطقه الجزاء، خارج منطقه الجزاء، يمكن رجل ابو تريكه على الخط بالظبط، وضربه جزاء حسبها فهيم عمر بعد ما احتسبها، هو اول قرار ليه احتسبها خارج منطقه الجزاء. وطبعا لاعبي النادي الاهلي قالوا له اسال المساعد الاول، راح سال احمد الجرحي، راح عطيله ضربه جزاء، لم يتردد على طول فهيم عمر ان هي يحتسبها ضربه جزاء مع اعتراض من لاعبي نادي الاتحاد السكندري. لسه بنلعب في الدقيقه التاسعه وضربه جزاء انا شايفها والصوره ما بتكذبش ان هي خارج منطقه الجزاء، ولكن هي دي متعه كره القدم، والحكم عنصر مهم من عناصر كره القدم. اعتراض وضربه جزاء رايح لها عماد النحاس وسمير عاشور، والمواجهه الاولى عماد النحاس وعاشور، يا ترى مين هيعيد على الثاني؟ عماد والهدف الاول، عماد النحاس والهدف الاول للاهلي، هدف التقدم من ضربة جزاء باقدام عماد النحاس. التاسعة بتشهد تقدم القافلة الحمراء النادي الاهلي اصحاب الرداء الاحمر، التقدم عن طريق ضربة جزاء احتسبها فهيم عمر بعد ما شاوره من الجرحي المساعد الاول. خلاص لسه المباراة طويلة وجماهير النادي الاهلي مبسوطة في المدرجات، جماهير نادي الاتحاد طبعا مش مصدقة القرار، وادي الاعادة مرة اخرى وضربة الجزاء، ولكن لسه عمر المباراة بنلعب في الدقيقة التاسعة والمباراة سجال بين الفرقتين. هنشوف هينتهي هذه القمة الخضراء الحمراء على ايه؟ التقدم حتى الان للقافلة الحمراء او النادي الاهلي. وادي طلعت يوسف في على دكة الجميل ان شاء الله نشوفه في البطولة الافريقية في ازهى ثوبه، طبعا مدير الاستاد الاستاذ علي ادريس والمهندس نجيب المغازي القائمين على هذا الاستاد. ادي الضربة الحرة المباشرة والتسديدة في منطقة الجزاء لشوقي والهدف الثاني، وشوقي وعماد النحاس موعدك مع الهدف الثاني يا عماد يا نحاس، يا موعدك في العيد يا عماد يا نحاس، موعدك في العيد يا عماد يا نحاس بثنائية في شباك الاتحاد. ضربة جزاء وادي الضربة الحرة المباشرة اتعملت حلوة قوي ليه جilberto، سقطها في منطقة الجزاء كده خفيفة في منطقة الجزاء، روح لمحمد شوقي اللي صلحها في هدية، بيقول لعماد النحاس ادي هدية العيد يا عماد يا نحاس، وهادي الهدف الثاني يا عماد النحاس. هدفين للنادي الاهلي في غفلة من رقابة من مدافعي نادي الاتحاد. 2 ليلة شيء حتى الان 31 دقيقة او 32 دقيقة بالظبط الهدف الثاني. ادي الكرة اللي فاتت لعبت منطقة الجزاء لشوقي اللي صلحها لعماد النحاس اللي ما كسلش على طول وما رفضش الهدية. ادي مرة ثانية محمد شوقي وما طمعش، والله محمد شوقي ما طمعش، على طول صلحها لعماد النحاس اللي امامه اللي فاضي تماما من الرقابة، والثاني على طول اكنها ضربة جزاء وبيحط الهدف الثاني. تغيير اول بيجريه على طول مانويل جوزيه بخروج حسن مصطفى ونزول 25 من لاعبي نادي حسام عاشور. الوقت انتهى
نلعب في الوقت بدل الضائع. ادي جilberto عدى من احمد صالح وبدايه مشوار احمد لجilberto، لعبها في انطلاقه لعماد متعب. عماد اخر عماد تروح لجilberto مره اخرى، عدى من احمد صالح والعرضيه وعد والهدف الثالث لبركات. بقول لحضراتكم العرضيه والقادم الزئبقي محمد بركات يهرب من الرقابه الاولى له في هذا الشوط عشان ياخد العرضيه بتاعت جilberto ويحرز الهدف الثالث. هرب منك يا ابراهيم يا شايب، والهروبه بجول يا شايب. 3 اهداف للنادي الاهلي، هدفين باقدام عماد النحاس دقيقه 9 والدقيقه 31، والهدف الثالث باقدام محمد بركات نجم النادي الاهلي في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. 3 اهداف للقافله الحمراء. بقول لحضراتكم ادي العرضيه بعد فاصل من المرور من الجهه اليمنى. محمد ابو جilberto عدى حلو قوي من احمد صالح وعمل نموذجيه جميله لمحمد بركات اللي هو ما رفضش الهديه وسبق خطوتين ابراهيم الشايب تخبط في ايد سمير عاشور عشان تتحول للمرمى، و3 اهداف وحظك العاسر يا سمير يا عاشور. ادي تشيرنو كالتدريج نشوف مع بعض الشوط الثاني من هذا اللقاء، ونلتقي ان شاء الله في لقاء سريع وقصير ما بعد هذه المباراه، نظرا نقول الحلقه الجايه من استاد النيل مع الزمالك واسمنت اسيوط. هنلتقي ان شاء الله ما بعد هذه المباراه. اتفضل يا كابتن عبد العزيز. اتفضل. للرياضه طارق العاشي يحييكم من استاد الاسكندريه، حيث سعدنا ان ننقل لكم احداث الشوط الثاني بين الاتحاد السكندري والنادي الاهلي. كانت نتيجة الشوط الاول ادي بركات الهدف الرابع للنادي الاهلي. لسه اول انطلاقة للنادي الاهلي، 13 ثانية من احداث الشوط الثاني، والهدف الرابع باقدام بركات. بقول لحضراتكم لسه مع بداية الشوط الثاني ولسه ما كملتش دخلت الشوط الثاني، وفاجئنا على طول بركات بالهدف الرابع. الله يكون في عون جماهير وجهاز الفني ولاعبي نادي الاتحاد السكندري. مفيش شك طبعا ادي بركات وعدم الرقابه والهدف. لما بركات بياخد مساحات بيقدر يستغل هذه المساحات، استغل طبعا عدم رقابه ابراهيم الشايب وعدم التغطيه من حماده يوسف. اضطر طبعا ما لقاش غير نفسه منفرد تماما بمرمى سمير عاشور عشان يحرز الهدف الرابع في الدقيقه الاولى من مطلع هذا الشوط. ادي صامويل فيرو وادي على طول تشيرنو بيحاول طبعا لاعبي نادي الاتحاد، واكيد طبعا وضربه حره مباشره رايح لها عماد وشوقي وابو تريكه، والثلاثه بيتفقوا على شيء. حائط بشري من 5 لعيبه لاعبي نادي الاتحاد. عماد في مواجهه مع الحائط البشري وسمير عاشور. عماد هدفين حتى الان في مرمى الاتحاد. عماد والتسديد والرفع. لا لا لا، يومك يا عماد، يومك يا نحاس، والعيد السنه دي بتاعك، العيد السنه دي يا عماد يا نحاس بتاعك. هدف لا ولا اروع من كده، ضربه حره مباشره وفيها اصرار، فيها اصرار ان هو رايح وحاسس ان هو هيجيب الهدف الثالث الشخصي ليه والخامس للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم في الدقيقه 25 عماد النحاس يضيف الهدف الخامس، وبدات المباراه كل لاعبي النادي الاهلي بيتلقوا التهنئه، ولو جابت الكاميرا كده انطلقوا كانوا بيهنوا بعض على الخط وانطلقوا تماما نحو الكره. ولكن بقول لحضراتكم في اصرار من عماد النحاس في الدقيقه 25 يضيف الهدف الخامس ومصر. ادي الكوره مره اخرى حاططها في زاويه زي ما بيقولوا كده في الكوره كتاب او مقتل،
جميلة جميلة جميلة، ولازم تسجل وتتفرج على الكرة دي يا عماد يا نحاس. 3 اهداف شخصية لعماد النحاس في مرمى الاتحاد النهاردة، والهدف الخامس في رصيد النادي الاهلي. وطبعا لاعبي نادي الاتحاد في احباط تام، خاصة النتيجة كبيرة، بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، والنتيجة عبرت عن ادائه في الملعب. ادي محمد شوقي بيلعب لفلافيو ناحية اليمين، فلافيو عاوز يعدي وفاول على غزالة، عدى فلافيو وفاول على غزالة من على حدود منطقة الجزاء، عدى حط رجله غزالة ومنعه بفاول، رايح لها بركات وجلبرتو رايح لها ابو تريكة سابها لجلبرتو. جلبرتو وبركات، وحوار بين دفاع الاتحاد وهجوم الاهلي. الانتشار، جلبرتو على الارض لابو تريكة والهدف السادس. لازم تمضي يا ابو تريكة في الماتش، لازم يا ابو تريكة تمضي في الماتش، وهدف سادس للنادي الاهلي. انا قلت يا عمر يا فهيم ان المباراة ما تستحملش 5 دقايق كمان، ولكن طبعا 5 دقايق حسبه عمر فهيم حكم الدولي عشان من حظ ابو تريكة ان هو يعيد بهدف سادس. لازم ابو تريكة يمضي في المباراة، ادى مباراة كويسة، ويمكن الكرة خبطت فيه وخرج من الملعب دايخ، ورجع الملعب عشان يضيف الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. 6 اهداف للنادي الاهلي. اعتقد ان مانويل جوزيه اطمأن تماما على اداء لاعبيه، ولكن المباراة القادمة مع النجم التونسي او النجم الساحلي تختلف تماما. كل التقدير للنادي الاهلي، نتمنى الاهتمام بهذه المباراة لانها مباراة كل المصريين. ادي على طول جده ومحاولة